سامحاهم يا كارما. اوعى وش. مالك يا كارما؟ تعبانة أوي. سامحاهم يا كارما. مفيش كلام يتقال، بس اتعودت في المواقف دي ان انا ما اسمعش من طرف واحد. احاول اكون اي حاجه. انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل فينا اصلا. انا فضلت ماليش شهرين واتخرج. انا من الاوائل. انا ما حدش عارف حاجه. حرام عليكم، بتتكلموا ليه بوظوا لي حياتي ليه؟ مشاعري متلخبطه زي امهات كتيره قوي. للاسف انا مش عارفه اخد صف مين. انا بصراحه شايفه ان البنات كلها ضحايا. انا قلبي موجوع على البنت اللي في المستشفى، وموجوع على البنت اللي بره المستشفى. قلبي موجوع عليهم كأنهم بناتي. البنتين قلبي موجوع عليهم كأنهم بنتي. انا شايفة البنتين ضحايا ومش عارفة المصير اللي منتظر اي واحدة منهم ايه. بس بجد احنا كلنا مسؤولين عن اللي بيحصل في اولادنا ده. مش عارفة امتى ممكن نفوق. دورنا ان احنا نشوف ان احنا السبب في اللي بيحصل ده. احنا السبب ان احنا خلقنا جيل متنمر على بعضه. احنا فرق في الطبقات، وان انت من الطبقة الاي كلاس، وان انت من الطبقة السي كلاس، وان انت من الطبقة البي بلاس، وان انا بنت فلان، وان انت ابن فلان، وان انا بابايا كذا، وان انت باباك كذا. وبقينا بنتعامل مع بعض من جبنا فيه كام. الاطفال بقت بتتعامل مع بعض كده. ما بقاش عارف تحكم ده متربي ولا لا، ده معاه فلوس ولا لا. ما بقتش عارف تحكم الحكايه. احنا لازم نبص احنا سايبين ولادنا قدام ايه. يحصل ده يا جماعه نتيجه ان احنا سيبنا اولادنا قدام شاشات صورت لهم ان القدوه هو البلطجي، ان اكتر واحد بيتسقف له في المهرجانات هو اكتر واحد بيقدم حاجات فيها بلطجه. فبقى كل واحد شايف ان هو حقه هياخده بالبلطجه، وانك مش من حقك تبصلي ان انا ابن فلان، وان انت لو بصيت لي انا هحاسبك بدراعي ومش هستنى حد يجيب لي حقي، لا مدرسه ولا غيره. وان المدرسه رجعت لورا ومبقاش دورها انها تربي وتعلم. المدرسه بقى دورها انها تقبض فلوس. وان احنا من وقت ما بقينا بنشتري التعليم بفلوسنا لا بقى في تربيه ولا في تعليم. وبقى كل واحد فينا ابنه وهو نازل من بيته قلقان عليه. انا ولادي بيكونوا نازلين من البيت قلقانه عليهم لحد ما يرجعوا. مش عارفة هيرجع لي مضروب أو ضارب، متعور أو معور، مزعل أو زعلان. الموضوع بقى لخبطة جامدة جدا. ما بقتش عارف تربي ولا تسيب المجتمع اللي يربي. ما بقتش عارف تبقى شديد وقاسي ويتقال عليك مامتك دي اولد سكول واولد فاشون ودي صعبة قوي، ولا تسيبه ياخد راحته وتبقى بتربي تربية ايجابية. الموضوع بقى مبهوأ. الموضوع بقى مبهوأ لدرجة ان احنا دلوقتي بقى في بنت في اعدادي او في ثانوي بنقول ان هي هتدخل الاحداث او هتدخل السجن عشان تخيلت ان القدوة اللي هي اتفرجت عليه وبيتسقف له وما حصلوش حاجة فهي هتعمل زيه ومش هيحصل لها حاجة. ما بقتش عارف تقول مين الظالم ومين المظلوم. بس الحقيقي ان المدان الاول في كل القصة دي هو المدرسة. اللي حصل ده عينة بسيطة من اللي بتحصل ومن اللي هتحصل لو احنا استمرينا في كده، في السلبية دي، في ان احنا سايبين ولادنا يتفرجوا على اي حاجة ويشوفوا اي حاجة. انا مفيش واحد فينا دلوقتي يقدر يحدد مين الطفل المتربي ومين الطفل اللي مش متربي، لان احنا كلنا بنبذل مجهود كبير جدا 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 في تربية اولادنا وبيخرجوا للمجتمع يدمر كل ده. فمبقاش حد ينفع يقول اصل الولد ده اهله ما ربوهوش. فعلا في ناس كتير بتربي اولادها وبيخرج منهم تصرفات شاذة. مفيش حد فينا يقدر يقول انا مستحيل ابني يعمل كذا. ما بقاش حد قادر يقول كده من كتر ما انت كل اللي انت بتحاول تبنيه في اولادك الميديا والتلفزيون، السوشيال ميديا الواسعة، الحاجات الغريبة اللي بتتعرض على السوشيال ميديا بتضيع كل ده. انا شايفة ان الاطفال دي كلها ضحايا، والواقعة دي على فكرة مش اول مرة تحصل حاجة زي كده. ولو تفتكروا من قريب كان في بنتين برضو في سباق وعملوا كده مع بعض، وواحدة منهم قالت انا مظلومة والتانية قالت انا ظالمة. بس في النهاية حقيقي هم كلهم مظلومين، والجاني هو المؤسسات اللي بتخرج الاطفال دي. البيت. احنا مسؤولين. احنا سايبين ولادنا قدام ايه.
ما بقاش اهم حاجه انك تودي ولادك اغلى مدرسه. احنا من وقت ما بقينا بندفع فلوس كتير قوي في التعليم ما بقاش لا في تعليم ولا تربيه. خلينا نكون واضحين، من وقت ما بقينا بندفع فلوس كتير جدا في التعليم لا بقينا بنعلم ولا بقينا بنربي. المدرسه فين؟ المدرسه فين في اللي بيحصل ده كله؟ المدرسه فين؟ المدرسه فين لدرجه ان الولاد دول واحدة كسرت مناخير التانية والتانية جالها ارتجاج في المخ زي ما بتقول. المدرسة كانت فين؟ مدارس بيدفع فيها ملايين عشان السكيورتي وعشان الكواليتي وعشان لا، انا شايفة ان كل دول ضحايا والجاني هو المدرسة.